ألف مبروك يا أهلاوية، فوز كبير للأهلي على نادي زد بهدف للا شيء جه في الوقت القاتل. هتقولي أنت فرحان إن الأهلي كسب زد 1-0 وبالعافية؟ أقول لك لا، ده المكاسب كتير قوي قوي النهارده. زي واحد طالع بعد المباراة يقول لك هو أنت لو كان الأهلي اتعادل ولا خسر كنت هتقول نفس الكلام ده؟ والله كنت هقول نفس الكلام ده اللي هو أنا قلته، وارجع للفيديو اللي فات قلته قبل الماتش. الاهلي لعب النهارده بتشكيله مثاليه حسب الادوات واللعيبه اللي موجوده معاه. عندنا 11 لاعب مصاب، فرقه كامله مصابه، لكن النهارده كولر لعب كل لاعب في مركزه. الباك يمين باك يمين، والباك شمال باك شمال، كل لاعب لعب في مكانه وادى دوره زي ما اتطلب منه، والفوز بيجي بوقته. وفعلا نزل وسام ابو علي اللي وشه حلو علينا، وان شاء الله هيكون هو راس الحربه الاساسي في مباراه الزمالك اللي جايه يوم الاثنين الساعه 7 بالمناسبه. الاهلي والزمالك يوم الاثنين الساعه 7 هيكون وسام ابو علي راس الحربه الاساسي في النادي الاهلي. عايز بس افكركم بحاجه مهمه. امبارح قبل مباراه الاهلي وزد قلت الاهلي لو لعب بتشكيل مناسب كل لاعب في مركزه الاهلي هيعمل مباراه جيده، وانا شايف الاهلي لعب مباراه جيده جدا رغم ان الفوز اتاخر، لكن كنا واقفين على رجلينا ومنظمين، وما جاتش حاجه خطر على مصطفى شوبير تهدد النادي الاهلي. نادي زد فرقه مش هينه، لكن الاهلي لعب النهارده بنظام، وعم كولر ما الفش زي كل مره، فبالتالي ظهرنا بمستوى جيد. كمان النهارده عمر كمال عبد الواحد باك يمين النادي الاهلي ومنتخب مصر، وخلاص محدش هيقعده. عمر شوفي تماما من الاصابه اللي كان لحقت بيه قبل بطوله افريقيا، واللي كان متاخد مصاب وظلم نفسه واتظلم وظهر بمستوى سيء. النهارده عمر كمال عبد الواحد ظهر بمستواه اللي كان قبل ما يجي النادي الاهلي، بمستواه اللي خلى كل الفرق تبص له في مصر وتطلبه، وهو فضل ان هو يجي يلعب في النادي الاهلي. عمر كمال عبد الواحد هو باك النادي الاهلي اليمين للمستقبل، وكمان باك منتخب مصر اليمين في كاس العالم ان شاء الله. كريم الدبيس لعب في الباك الشمال وعمل اللي عليه على الاقل دفاعيا، وكان ليه مسانده هجوميه، لسه ناقصه خبره، لكن لعبته وهو باك شمال بديل لعلي معلول عشان يكون عنده ثقه في نفسه. عبد القادر خد وقت مناسب جدا وجاب جون واتلغى. نص ملعبنا احمد نبيل كوكا كان نجم النهارده، واحد من نجوم المباراه من وجهه نظري. احمد نبيل كوكا النهارده كان شايل نص ملعب النادي الاهلي لوحده. على مستوى خط الدفاع كان نفسي محمود متولي ياخد شويه، لكن لعب مع عبد المنعم ورامي ربيعه السهل الممتنع. النهارده كانوا بيلعبوا كره سهله ما فيهاش اي بطء، ما فيهاش اي تخاذل، ما فيهاش اي فزلكه بالبلدي كده زي ما بنقول، ولعبوا مباراه جيده. مصطفى شوبير النهارده كان كويس، اطمنا على فرقتنا، عندنا خط دفاع واقف على رجله النهارده، عندنا نص ملعب مسيطر على الكوره، عندنا خط هجوم تقدر تطمن عليه. بقى عندك وسام ابو علي راس حربه هيكون اساسي ان شاء الله، عندك رضا سليم في الشمال، وعندك بقى طاهر في اليمين، وبيرسي تاوله ورجع بالسلامه، وعندك علي معلول باذن الله اللي شوفه من الاصابه. الاهلي والزمالك هتكون مباراه كبيره، وباذن الله الاهلي هيكون على الموعد مع الزمالك اللي كسبه هو كمان النهارده الاتحاد في مباراه كبيره جدا لنادي الزمالك 3-0. الاتحاد كان حاضر غاب، ولاعيبه الزمالك تالقوا، وسجل زيزو هدفين وسجل ناصر ماهر هدف عشان يفوز الزمالك على الاتحاد 3-0. وننتظر بقى مباراه القمه الاثنين الجاي ان شاء الله بين الاهلي والزمالك، ولينا لقاء بعديها باذن الله.